بكم إلى معرض الصحافة الوطنية الصادرة هذا اليوم الأحد 2 من أوت 2015. مواضيع كثيرة تناولتها الصحف الوطنية هذا اليوم تنوعت بين السياسة والاجتماع والتربية والاقتصاد والمنوع، ونستهل معرضنا بالسياسة، حيث كتبت جريدة الخبر على صدر صفحتها الأولى: اتفق الإسلاميون على أن لا يتفقوا، بإشارة منها إلى الجدل العقيم والتشبث بالرأي الذي يسود رؤوس الأحزاب الإسلامية. وأضافت: مبادرة جاب الله تولد ميتا. كما نقلت عن ربيع قوله: اجتماع التيار الإسلامي بكل مكوناته ما زال أملا بعيدا. وعن عنوان: جبهة الإصلاح الوطني غير معنية بمبادرة جاب الله، وهو دليل منها على التعصب للرأي وغياب الحوار الجاد بين أمناء الأحزاب الإسلامية. في ذات الموضوع تحدثت الشروق عن حضور محتشم بقيادي الحركة الإسلامية، ونقلت عن جاب الله قوله: لا أبحث عن الزعامة في مبادرة لم شمل الإسلاميين، مضيفا بأن مبادرة لم أبناء المشروع موجهة إلى الأفراد وليس إلى الهيئات والأحزاب التي سبق أن فشلت في مثل هذه المساعي، وهذا الفشل هو الدافع لاتخاذ قرار المبادرة. أما جريدة الوطن فاختارت أن تقدم تحقيقا على صدر صفحتها الأولى معنونة: الحجب الأكبر للإطارات، في إشارة منها إلى سياسة التهميش والإقصاء التي تتعرض لها الإطارات في الجزائر، في وقت يرى الكثيرون أن هذه الإطارات تحمل هم المهمومين على عاتقها. إلى ملف التربية الآن، والذي أسال الكثير من الحبر ولا زال، حيث لا تكاد صحيفة وطنية تخلو من ذكره، والبداية بجريدة النهار التي عنونت على صدر صفحتها الأولى: أقسام تحضيرية إجبارية في المساجد مجانا، في إشارة منها إلى دحض الخبر المنسوب إلى الوزيرة بن غبريت في إدخال العامية إلى الطور الابتدائي، وتضيف بأن الإجراء يتم تطبيقه بداية من الدخول المدرسي المقبل. أما جريدة الوطن فنقلت عن زعيم الRCD محسن بالعباس تصريحه بأنها عراقيل إيديولوجية تعرقل مسار التعليم في البلاد، في تلميح منه إلى الجدل الخاص باللهجة الدارجة وإدراجها في طور التعليم الابتدائي. أما جريدة الخبر وفي ذات الموضوع كتبت: فيديو وزارة التربية يكشف صدق الخبر، مدافعة عن الخبر الذي أصدرته سابقا عن الوزيرة في قضية إدراج العامية في التعليم الابتدائي. إلى الشأن الاجتماعي، والذي نستهله بجريدة الشروق، ونقرأ على صدر صفحتها الأولى، والتي خصصت ملفا كاملا عن إجراء الفرز والطعون وكذا كواليسه، وعنونت: زواج وهمي، احتيال وتزوير للظفر بشقة. ونقلت عن مدير السكن بالعاصمة: استمرار التحريات بعد الترحيل، وعلى الولاة المنتدبين إخبار المقسين بالحقيقة. أما جريدة النهار فكتبت على رأس صفحتها الأولى: وزير السكن عبد المجيد تبون يعلن مكتتب عدن 1 و2 يختارون مواقع مساكنهم نهاية أوت المقبل. نختم معرض الصحافة بالشأن الاقتصادي، حيث عنونت الشروق على صفحتها الأولى من خلال عنوان منشط: حاويات فارغة وأخرى مملوءة بالحجارة لتهريب 500 مليار دوفيز. وتضيف: مصالح الجمارك تحقق في 800 قضية، منها 443 تخص العملة. أما جريدة الخبر فتحدثت عن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول التنافسية، وتقول: الجزائر في المرتبة 5 بعد 100 عالميا من حيث البنى التحتية، في إشارة إلى تأخر الجزائر الكبير من حيث المنشآت، خاصة تلك الكبيرة والهامة. ونختم بجريدة النهار التي اختارت أن تغرد خارج السرب، وتحدثت عن أغنية راي جديدة تشيد بالسلفية وكيف صنعت الحدث في الأوساط الشبانية بعد شهرين من صدورها، وتلهب الفيسبوك ويوتيوب. وأوردت بأنها أغنية للشاب جليل على إيقاع النوع الرايوي الجديد الواي واي تحت عنوان على جالك نولي سلفي.
انتهى معرض الصحافة الوطنية لهذا اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.